ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل حواوشي مع بعض. انا جبت كيلو من اللحمه المفرومه وحطيت عليه قده مثلا كيلو بصل بشرته في الكبه مع حته ليا كده عشان تدي طعم الحواوشي الطعم الحلو. وكمان بشرت 2 طماطم. الطماطم بتخلي طعمه مسكر شويه. وحطيت فلفل حار وبارد. وبعد كده حطيت فيه معلقتين دقيق بحيث تمسك العجينه مع بعض. وحطيت بقى التوابل اللي هي عباره عن ملح وفلفل وشطه وسبع بهارات، وعجنتهم كويس جدا مع بعض. وهبدا بعد كده اجيب العيش بالشكل ده، وعملت خليط من السمنه البلدي وزيت عباد الشمس مع بعض عشان ادهن بيه العيش من فوق ومن تحت. هبدا بقى اجيب العيش واقصه من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا احشيه بقى بخليط اللحمه اللي انا عملته. هفتحه كده وهبدا احط فيه بقى خليط اللحمه. هحط معلقه، هحط كتير يعني هملاه مش زي بتاع بره هيبقى مليان كده. هملاه كده بالحشو بتاعي. وبعد كده هجيب ورق الزبده بعد ما خلصت ومليته. هجيب ورق الزبده واحطه عليه وابدا ادهن وش الرغيف من فوق بالسمنه اللي انا عملتها. وبعد كده هروح اقلبه وبرده هدهنه من تحت بالسمنه اهو. هقلبه كده وهبدا ادهنه اهو. بعد كده هروح قافله عليه بورق الزبده بكل ناحيه بالشكل ده. هي ورق الزبده بيجي ورق كده واحده، كل ورقه بتقضي الرغيف يعني. وبقفله كده وهدخله الفرن على درجه حراره عاليه كل ناحيه نص ساعه تقريبا لحد ما يحمر ويوصل للشكل اللي انا عايزاه. بس كده اهو. بعد ما يحمر وهو كده حمره بالنسبه لي حلو قوي يعني. شايفين شكله اهو طالع شكله حلو قوي وريحته تجنن. اللي هي عطياله ريحه تجنن. مش بنحط كتير يعني، هي حته صغيره كده بس عشان تدينا الطعم الحلو اللي بنشوفه بره. بصوا كان شكله وطعمه وهم. حطيت عليه كاتشب وكان تحفه. تعالوا بقى نشوف راي الاستاذ جوجو المره دي، عجبته ولا لا؟ ولا زي التورته؟ عجبك الحواوشي المره دي؟ طب تتعلم كل ما ماما تعمل اكل تقول لها ايه؟ ايه؟ تسلم ايدك يا مامتي يا حبيبتي. الله، هتكس على الكلمه الحلوه دي. يبقى نقول ايه على طول؟ إيه، تسلم ايدك يا مامتي يا حبيبتي. الله 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 الله. انا كده هابي. باي.